حبايبي عاملين ايه؟ هنعمل فيديو تاني مع بعض تنظيف الكرشه. انا طبعا سخنت الماء وطفيت عليها عشان تهدى شويه، مش لازم تبقى سخنه قوي، مش لازم تبقى سخنه قوي. هوريكم هسقط الميه وهروح في الوسع برضو اعمل معاكم الكرشه. بسم الله الرحمن الرحيم. هسقطها في الميه السخنه كلها اهي. كلها سقطتها في الميه السخنه، ولا حاطه كربوناتو ولا حاطه بيكنج باودر ولا حاطه الاضافات اللي هما بيحطوها، ولا ملح ليمون ولا اي حاجه. مجرد سقطتها في الميه السخنه. بصوا بتطلع. هطلعها من الميه واروح احطها على الصينيه عشان تشوفوها اكتر. بعد ما حطيتها في الميه السخنه اهي قدامكم، بسم الله الرحمن الرحيم. همسك كده اهي، شايفينها؟ بصوا والله بايدي، والله بصوا بايدي، بصوا بايدي، شايفين بايدي بتطلع ازاي؟ مفيش اسهل من الكرشه الضاني اهي. نفرد على البتاع على الصينيه كده اهو ونعملها. لازم يا جماعه الكرشه تبقى بيضه عامله زي الشمع. هقطع الحته دي كده في الميه عشان ايه ما تنطورش عليا، بس انا اكلها بس اقرف ان هي تيجي عليا اهي. بسم الله. شايفين؟ في ناس بتعملها من غير ما تقشرها كده، لا ما اقدرش. بصوا ما شاء الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم الساعه 2 بالليل دلوقتي، الميه كانت قطعه واستنيتها لما جت. طبعا ما ينفعش ان انا اشيلها مش نظيفه، كل الريحه اللي فيها دي هتمسك فيها. انا سبتها في التلاجة لحد الميه ما جت، روقت مطبخي وقلت ايه انضفها معاكم اهي. ادي نتفت كل اللي فيها دي حاجات تحت الحنفيه، يعني حاجات مش ماسكه، ده مكان محكيت بس. شيل دول كده في الزباله عشان اجيب غيرها. بسم الله. وادي التانية اهي برضو بمنتهى السهولة اهي. شايفين؟ بصوا بتتقشر ازاي بمنتهى السهولة. نمسكها حتة حتة هنفكها، مش هنخلي فيها اي حاجة. هخلص بقى وارجع لكم ان كده الفيديو هيطول قوي عليكم. شايفين الكرشه بقت عامله ازاي؟ بفتح. شايفينها بقت عامله ازاي؟ زي الفل. خلاص كده انا نضفتها معاكم وغسلتها مره واتنين وتلاته تحت الحنفيه وشلت الجلد. شايفين الجلد ده الدهن اللي بيبقى ورا اللي بيبقى هنا. هوريكم ده الدهن اللي بيبقى ورا هنا، شلته كله عشان بيبقى مش نضيف. وكده خلصنا الفيديو، كده خلصنا الفيديو. شايفين بتعامله ازاي؟ الصراحه موضوع الكرشه ده متعب قوي. يا رب اشوفكم على خير وكل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشجعوني يا جماعه. والله التصوير مش بالسهل، انا بتعب جدا على ما بقدر اقدم لكم الحاجه اللي انا هقدمها. واشوفكم مع السلامه وتصبحوا على خير. سلام.